بادئ بتشكيل غلط، بادئ بتشكيل غلط. منزل احمد نبيل كوكا باك شمال، الحاجه اللي حذرنا منها. عندك كريم الدبيس، عندك كريم الدبيس بيلعب باك شمال. نحافظ على اللعيبه في مراكزها. منزل جراديشار اللي احنا قلنا انه بطيء، بطيء بطيء، الراجل بطيء والله العظيم بطيء، وبيوفر مجهوده. ما ينفعش يبدا في اول الماتش، ابدا باسامه ابو علي. منزل رامي زفت ربيعه. ليه يعني؟ ليه بتعمل كده يعني؟ هو انت بتعند مع نفسك ولا بتعند مع جمهور الاهلي ولا انت في ايه بالظبط؟ يعني كفايه كولر كده بقى، كفايه كولر كده والله. ده حاجه تقرف يعني. مقتنع بلعيبه مش لعيبه، ولما بتنزل اللعيبه بتلعبها مش في مركزها. احمد نبيل كوكا مش باك شمال، يعني مش باك شمال. عندك كريم الدبيس مستواه كويس ومتالق. اسامه ابو علي، قلنا اسامه ابو علي هجان، اسامه ابو علي بيضغط، اسامه ابو علي بيدربك الدفاع اللي قدامه. ليه الاستفزاز وليه حرق الدم؟ ماتش سيء. يعني هما لو تبص على الماتش كله، هو في فرصتين للاهلي وفرصتين للزمالك. الفرصه بتاعت امام عاشور، والكره اللي جت جون اللي جراديشار رفعها لاشرف بن شرقي وجابها جون. والزمالك برضو كان في كوره بتاعت احمد سيد زيزو اللي لعبها في ايد الشناوي، والكره التانيه بتاعت الجون. وحضرتك سايب الزمالك يعمل عليك تقسيمه في الكره بتاعت الجون، 30 باص، بتدافع بالعشر لعيبه. ويا ريت العشر لعيبه عرفوا يعملوا حاجه لما الكره اتباصت لعمر جابر. 10 لعيبه واقفين في منطقه الجزاء، العشرة مش مركزين. استاذ رامي زفت الطين، استاذ رامي قطران. ناصر منسي استلم منه الكرة وهو واقف وحاطط ايده ورا ظهره. بصراحة برافو عليك. لا لا برافو يعني بجد فنان. والاستاذ محمد الشناوي طبعا ما يعرفش يمد ايده صح، يعني ما يعرفش يمد ايده صح. الكرة كانت في ايده، يعني هو مجرد ما اترمى، لو هو مرمي في الوقت المظبوط وحاطط ايده صح الكرة في ايده. بس ازاي؟ ازاي؟ ازاي يعني نلعب كده ماتش عادل؟ وازاي نفرح الجماهير اللي حاضره؟ وازاي نفضل نبقى بننافس على البطوله اللي احنا بنلعب فيها؟ لو في حاجه واحده ايجابيه في الماتش ده، هو اشرف بن قلبي. بس كده. هو ده الحاجه الوحيده او الكرامه الوحيده في الماتش ده. لكن غير كده مفيش.